يعني ما المانع انه الاتحاد يعني يتنازل في هذه الفترة العصيبة من يعني الوضع العام في اليمن، ويلم أسرة كرة القدم اليمنية بما فيها أندية تعز كمان. الموضوع ما هوش موضوع يتنازل أو ما يتنازلش، الموضوع موضوع أول شيء الاتحاد خاضع لوائح. الأمر الآخر وهو الأهم، يعني كان الأقرب بأن عدن أن تتعاطى مع المتغيرات الحالية، بأن تبعث برسالة للاتحاد بأن تطلب بلقاء الجمعية العمومية، لكن الإصرار على المخالفات والإصرار يعني على أفهم منك إنه دحين دقيقة خلينا أخلص. لكن الإصرار على التجاوزات، الإصرار على بقاء اتحاد غير شرعي. أنا أستغرب من طرح الأستاذ عبد الكريم الشرقبي، وهو أكثر من مرة في لقاءاتي معه كان يتكلم من لسانه أنهم هم متواجدين في الاتحاد بضغوط. هو من لسانه بيكلمنا الأستاذ عبد الكريم الشرقبي. فأنا أستغرب من طرحهم هذا. يعني أول شيء أنت تتكلم لي عن انتخابات في عدن، إذا كانت الأندية من نفسها إدارات، ما هيش إدارات رسمية ولا إدارات منتخبة، هي إدارات مؤقتة والقانون ما يعطيهاش أكثر من 6 شهور، ومع هذا هي مستمرة لها سنوات الآن. شان يجي الانتخابات هي دائرة مكتملة. أما فيما يخص اتحاد الفروع فالموضوع يرجع للاتحاد العام، طالما ما فيش انتخابات فالاتحاد العام هو صاحب القرار الأول في التعيين والإلغاء ولا إزالة. غير هذا كلام مفروغ. طيب في حال رفضت أندية عدن المشاركة في الدرجة الثالثة، ما أعتقدش أنها بترفض. أنا على ثقة أن قيادة أندية عدن ستستوعب ما حصل لها في الماضي، ولن تنجر إلى مهاترات جديدة. الوضع ما عاد يحتملش في عدن. اليوم الأندية التي صعدت إلى الدرجة الأولى أكثر لاعبيها من لاعبين أندية عدن، يعني أمر محزن في حق عدن.